السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقاء، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ قبل ما نبداو ديروا الكيت، زيدوا في الصوت، طفيوا الضوء وعيشوا معايا القصة. أنا سميتي إسماعيل، عندي 35 سنة، ولكن كنحس بحال في عمري 50 سنة، بكثرة ما ضربت تمارة وتكرفصت في هاد الحياة. الأصل ديالي من الجنوب، وكنخدم في كازا. الخلصة ديال الشركة اللي خدام فيها ما كتكملش ليا حتى النص في الشهر، وكنبقى نطيح ونوض ونبريكولي باش نكمل الشهر. مؤخرا الشركة اللي كنت خدام فيها دارت فايت وبقيت بلا خدمة. شهرين تقريبا داز ما خلصش مول الكرا. الشهر الثالث جا كيدق عليا، قال لي يا اما تخلصني يا اما تخوي الدار. انا ما عنديش جمعية خيرية تبقى ساكن ليا فابور، وانا براسي محتاج الفلوس ديال الكرا. الصراحة ما لقيت ما نقول ليه. قلت لي عطيني الله يجازيك بخير واحد 3 ايام ولا 4 ايام، ريتا ما نلقى شي دار ونخوي ليك. وبالفعل داكشي اللي كان. مشيت عند السمسار، خليت ليه النمرة ديال التليفون ديالي، وقلت ليه الا لقيتي شي دار تكون رخيصة شوية وفي المتناول صوني عليا. داز تقريبا واحد اليومين، صونا ليا قال لي راه لقيت لك الدار في البلاصة الفلانية، وحتى الثمن ديال الكرا ديالها راه مناسب. اتفقنا انا وياه باش في العشية نمشيو نشوفوها. وبالفعل مشيت لعندو وتوجهنا باش نشوفو الدار. فاش وصلنا للبلاصة بنت لي زوينة، والصراحة بقيت كنتعجب كيفاش الدار رخيصة حتى لهاد الدرجة وهي في هاد البلاصة هادي اللي زوينة. وسولت السمسار، قلت زعما كيفاش هاد الدار هادي في هاد البلاصة هادي ورخيصة بهاد الثمن هذا؟ شاف فيا واحد الشوفة في شكال وبقى كيضحك، داك الضحك نص ضحكة. قال لي لا لا لا، راه غير شي جيران كانوا هنايا عندهم ولادهم باسلين كانوا كيديروا المشاكل، وهذاك الشيء علاش هاد الدار خدات هاد النظرة هادي، ما بقاوش الناس كيبغيو يكريوها، ومولاها راه نقص شوية في الثمن باش يكريها. وبيني وبينكم انا ما عنديش مشكل، انا بغيت غير فين نسكن ونتخبى من البرد، ريتا ما نلقى شي خدمة مزيانة ونشوف شي دار كاع في شي بلاصة اخرى. المهم طلعنا للدار نشوفوها، لقينا مول الدار واقف حدا الباب، واحد السيد غليظ وكرشو خارجة، لابس قميجة واحد السروال ديال الثوب ونضاطر ديال الشوف. مديت يدي نسلم عليه، لقيت يدو باردة دايرة بحال التلج، هكا يشوف فيا وقال لي زيد دخل مرحبا بك. دخلنا للدار، سبحان الله هذيك الدار دايرة بحال الفريغو، حتى هي باردة بحال مولاها. وكيقول الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام. المهم صافي تفاهمنا، وفي نفس النهار مشيت جمعت حوايجي ورحلت ليها. وبكثرة العيان عست هذيك الليلة، ما حسيتش براسي. الغد ليه رتبت حوايجي، قاديت كل شي في الدار. النهار داز بالزربة ما حسيتش بيه. وفاش وصل الليل كنت غادي ندخل ندوش ونمشي ننعس نرتاح شوية. وانا كندوش واحد اللحظة كنغسل راسي وشفت في المراية، ويبان لي الدم هابط ليا من جبهتي على وجهي. تخلعت وبقيت كنتحسس هذيك البلاصة بيديا، شفت في يديا ما كاين لا دم لا والو. وعاودت عاوتاني شفت في المراية للمرة الثانية،
لقيت نفس اللقطة كتعاود، تخلعت، درت عليا الفوطة وخرجت بالزربة. ما فهمتش شنو وقع لي، واش غير حيت عيان وجاو لي دوك التهيؤات؟ ما فهمتش شنو وقع بالضبط. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قريت شويه ديال القرآن، تعشيت وقلت نتفرج شويه في التلفازه على ما يجيني الناس. وانا جالس كنتفرج حتى كنسمع واحد الصوت ديال الضحك ديال المراه، هذاك الصوت خفيف جاي من واحد البيت. من موراها بشويه كنسمع البكا ديال دري صغير، دخلني الشك. ولكن قلت بيني وبين راسي وقيلا راه غيكون غير الجيران هادو ولا شي حاجه. صافي ما عطيتش الامر اهميه، طفيت التلفازه ونعست. وانا ناعس كنحس بشي واحد كيتنفس ليا حدا ودني. ضرباتني الفيقه وهي تبان ليا واحد المراه جالسه حدا راسي. قالت لي شكون انت وشنو جابك لهنا؟ يا اما غادي تخوي هاد الدار يا اما غادي نقتلك كيما قتلت اللي قبلك. بقيت مصدوم وكنشوف فيها، قلبي بغى يسكت بالخلعه. وفرمشات عين مشات بحال لا عمرها كانت. الصراحه ما بغاش يجيني الناس، بقيت كنتقلب في بلاصتي وخليت الضوء مشعول. ومع ذلك تخلعت، ما قدرتش نبقى في ديك الدار، وخرجت في داك الليل وبقيت دايع في المدينه حتى الصباح. قلت انايا غادي نمشي للدار نجمع حوايجي ونخوي في حالاتي. وانا غادي للدار بالصدفه تلاقيت مع واحد العساس كبير شويه في العمر وباين قديم في داك الحي. سولته قلت له الله يجازيك بخير، بغيت نسولك على الدار الفلانيه، انا راه يلاه سكنت مؤخرا وهاش وقع ليا بالضبط. وقال لي الحمد لله على سلامتك، حمد الله وشكره اللي خرجت لك الامور بحال هكاك. راه غير مؤخرا واحد السيد كان قبلك تلاح مع ديك الجوج ديال الليل تلقاو الناس في الارض ميت. فسمعت هاد الهضره الشعر ديال راسي وقف ولحمي بورش، حيت ما عمر وقع ليا بحال هادشي. ومن خلال هاد القصه الاصدقاء كنوصيكم انكم ما تسكنوش في شي دار حتى تعرفوا عليها جميع التفاصيل.